شرف مع كل حاجة ترتبط بالجزائر، لأن فعلا الفترة اللي أنا قضيتها هنا يعني من حيث الناس بشكل عام، يعني بعيد بقى عن الجمهور ستيف المميز، لكن الشعب الجزائري شعب مميز، شعب مؤدب جدا طبعا. فأنا سعيد جدا أن أكون معاكم. في نفس الوقت بقول طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، فوز مهم جدا و3 نقاط آخرين. يمكن كانت مراحل انا محدده مع الفريق. النهارده نهايه مرحله مهمه جدا، لان بنوصل للنقطه رقم 18 هتحطنا في هدف كنت انا يعني بتمنى ان انا كنت اكمله. ان يعني ان انا قلت ان انا بوعد ان شاء الله ان احنا ممكن السنه دي نبقى في المربع الذهبي، ويبقى السنه الجايه في مشروع ان احنا نبقى موجودين في افريقيا. لكن طبعا ده كله طبعا بقى يكملوه اداره ستيف، لان انا طبعا بعد المباراه دي طبعا يعني بعتذر لجمهور ستيف، وبعتذر على ان انا مش هكمل طبعا، لان انا قلت قبل كده ان انا جيت ستيف على اساس ان الظروف كلها مرتبطه بنادي كبير عنده امكانيات وعنده قدرات، وفي نفس الوقت النادي بيساعدني في مشروعي اللي انا كنت عاوز احققه. لكن طبعا ما فيش امكانيات خالص. انا محتاج تدعيم، محتاج المشروع دوت، محتاج ان انا اعمل حاجه للفريق ترتبط طبعا باسم وفاء ستيف وجماهيره، ترتبط بيا، لان انا جاي هنا طبعا عشان انجح، عشان اضيف لنفسي. طبعا الظروف صعبه جدا 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 ومفيش امكانيات، والمرحله اللي فاتت كلها برضو كلام ووعود والكره ما فيهاش كده. لازم تبقى بتكرر، لازم تبقى الامور واضحه. فطبعا من غير الامكانيات فانا بعتذر، ولازم جماهير ستيف كلها تعرف ان انا اعتذرت عشان الامكانيات. انا جيت اسمه وفاء ستيف الكبير، وفي نفس الوقت عشان اعمل مشروع لستيف وجماهيره. طبعا الامكانيات مش هتساعد خالص. امكانيات للعيبه، امكانيات لان انا اعمل لعيبه جديده، امكانيات للجهاز الفني. وطبعا انا مدرب محترف، خلينا عمليين بعيد عن اي حاجه، وانا شايف ان مفيش اي خطوات ايجابيه، فبالتالي دي اخر مباراه ليا ان شاء الله مع وفاء ستيف. طيب انا جيت على اساس ان بقول لك الاجواء مهيئه، مفيش امكانيات خالص. انت ما يعني مفيش رواتب، مفيش مكافآت، يعني حتى المباريات اللي انت بتحقق فيها نتائج ايجابيه بتنتهي ومفيش مكافآت ليها. هي امكانيات ماديه 100%. هي كره القدم هي عباره عن ماده، يعني ماده، وبعدين بيبقى في مجلس اداره وجهاز فني بينظموا ويعملوا مشروع ويخططوا، وبالتالي يمشوا في خطواتهم. مفيش امكانيات، فانا مش هنتحر. لازم يعني برضه نبقى موضحين ان انا جيت تقريبا من 4 شهور ما كانش في فريق. انا جيت معايا 40 لاعب بختبرهم وبنلاقي منهم عناصر عشان اكون فريق. معايا عنصرين او 3 هم اللي قدام، وكل العناصر جديده. بكون فريق، بختبر ناس وامشي ناس واقول ده ينفع وده لا، وبعدين بمشي في مشواري، وبعدين ببتدي اكون هيكل للفرقه، اقول لا ده في المكان ده. اصبح هناك عناصر النهارده في غياب لاعب من اهم اللاعبين اللي جايين، مش للوفاء ستيف بس، للمنتخبات بعد كده، غلاس، قناوي. فعملت كتير، في وليد، في طبعا قندوسي، في كتير مش عاوز انسى اسماء، في ادريسي، في لعيبه كتير، بالاضافه طبعا اللي جابوا وحشود الناس القديمه وحراس المرمى. لكن عملنا اعجاز، احنا عملنا اعجاز، لان في كره القدم انا عارف، وهي اول تجربه ليا، لان انا اتعودت ان انا اروح اماكن فيها امكانيات، فيها لاعبين، بضيف للمكان اللي بروح، بضيف له وبحافظ على بطولاته، بضيف له بطولات. لكن هي اول تجربه ليا، لكن الموضوع طول شويه، فطبعا لازم بعيد عن. ارجو، انا رسالتي لجماهير وفاء ستيف، طيب ارجو ان انتم تتقبلوا الكلام دوت، وتعرفوا ان انا حاولت باقصى ما املك يعني. لكن الظروف صعبه جدا. ان انا يعني انا بوجه كلمه اولا لجماهير الجزائر كلها. بقول ان انا اتعاملت مع ناس مضيافه، شعب جميل. سعدت جدا جدا باقامتي في الجزائر، وكنت بتمنى ان هي تطول عن كده. طبعا رساله خاصه لجماهير وفاء ستيف، انتم جماهير عظيمه، وارجو ان انتم تتقبلوا الظروف اللي انا قلتها. لان البعض الاخر بيتكلم بيقول لك يعني بيعتقد ان انا بتكبر. لا، انا بتكلم بلغه المحترفين، بلغه الامكانيات، بلغه القدرات. انا عندي كان مشروع كنت بتمنى ان انا احققه، لكن الظروف بتحال ان هي تتحقق. فتقبلوا كل شكري وكل احترامي، وبشكركم ان انا اكون معاكم.